بس حبايبي هنعمله صينية كنافة جميلة جدا وخفيفة ومكوناتها خفيفة جدا. طبعا عاملاها بالكاستر. بصوا طبعا الوش عاملاه بورقة واحدة من الجلاش، ورقة واحدة بس. كانت فايضة عندي عملتها من الجلاش. هنشوف عملت ازاي. طبعا ده كان نص كنافة، قطعته كده بالسكينة، بس قلت بإيدي أسهل يعني، لأني طبعا أنا مفرزاه، كانت بإيدي أسهل يعني. ففرزته فقطعتها كده كويس، حتت صغيرة. طبعا سهلة جدا تقطيعها، طالما مفرزاها بتقطع بسرعة يعني. طبعا عايزة تعمليها في الكبة براحتك، بس طبعا هنا كده برضو ما بتاخدش وقت يعني. هقطعها كده خالص، فرفتها. بعد كده هحطها على جنب. طبعا انا عاملة الصينية سمنة خالص. وارشها، مش هعمل الكنافة فيها سمنة، هحطها بس ارشها بس في قلب الصينية. بتبقى سهلة جدا معاكي. وبعد كده تزيها سمنة. تحطي طبعا هنا بتقدري تتحكمي في الكمية اللي انت عايزاها، غير لما بتكوني في سمنة يعني. وطبعا احنا مالين الصينية حلوة اوي من تحت سمنة. وعاملة طبعا الطبقة اللي انا هحطها كاستر. طبعا الكاستر برضو مرضتش اصوره يعني عشان ما اطولش عليكم. انا عاملة كوبايتين لبن، معاهم معلقتين كاستر ومعلقة كريم شانتيه و3 معالق سكر. وطبعا حطيتهم الاول على النار، على البارد كده، قلبتهم. وبعد كده حطيتهم على النار. وحطيت معاهم رشة فانيليا. دي طبعا السمنة. وانا بعمل هنا لما باجي اعمل كنافة او اي حاجة بحط سمنة على زبدة. طبعا عايزة تحطي سمنة لوحدها حطي، عايزة تحطي زبدة حطي، فانا بحب اعمل الخليط ما بين الاتنين. انا عايزة السمنة كلها تدخل الكنافة. ودي طبعا بقيت الوش التاني هحط له بس كده 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 انا خلاص عرفت الكمية اللي انا عايزاها تحت. انا برضو هحط بس كده شوية سمنة، وبعد كده هكملها من فوق، عشان طبعا الكاستر ما يتبهدلش معايا يعني. طبعا هنا الكاستر يعني خليته برد شوية، وبعد كده رحت حطوه. الكريم شانتيه طبعا مع الكاستر بيخليه برضو طعمه حلو جدا. وحاطة 3 معالق سكر بس. طبعا عايزة تزودي زودي، عايزة تقللي قللي، السكر في ايدينا يعني، لان طبعا احنا عاملين فيها شربيت. انا بقى ابدا ارش برضو بقية الكنافة بتاعتي. وانا كنت عاملة حشوة حلوة اوي للجلاش. ففضل منها حبة. فانا كانت عندي ورقة برضو جلاش، رحت مفرفتيها وحطها في قلب الحشوة. بس طبعا حمرتها الاول وحطيتها في قلب الحشوة اللي انا هوريها لكم. انا حطيت طبعا الكنافة بتاعتي، كمية الكنافة بتاعتي اللي فاضلة. طبعا بعملها بالراحة عشان خاطر الجلاش الكاستر ما يتأثرش يعني. وبعد كده احط كمية بقى السمنة بتاعتي اللي فاضلة. طبعا انا احتاجت كوباية زبدة على سمنة، يعني كوباية حلوة كده. لان طبعا السمنة يعني اهم حاجة تبقى حاطة لها سمنة كويسة. طبعا حطيت بقية الكوباية بتاعتي واحطها في الفرن. بعد بقى ما اطلعها من الفرن ادخلها تاني. دي طبعا انا كنت عاملة كنافة على سوداني، وبعد كده حطيت عليهم ورقة الجلاش اللي انا قلتلكوا عليها. طبعا خلت الوش جميل جدا. ولسه هدخلها الفرن تاني برضو يعني بتاع 10 دقايق تاني. دي طبعا كنافة على جلاش على سوداني. والجلاش ما كانش كتير، هي ورقة بالظبط اللي كانت فاضلة. رحت محمراها وعاملاها كده. طبعا بصوا خليت الشكل عامل ازاي. حطيتها طبعا في الفرن 10 دقايق، اللي هي برضو تحمر يعني الجلاش تاني كويس. طبعا عسل تقيل جدا. طبعا طبقة خفيفة جدا
اهم حاجة بحط برضو في زوايا الصينية عشان خاطر العسل يبقى طايلها كلها، لان طبعا مش هينفع اقلب الصينية عشان الوش عندي ما يبص. بس طبعا الشكل، ايه رأيكم حبايبي؟ طبعا شكلها جميل ومقرمشة وحلوة جدا، والشكل اللي فوق طبعا يعني غير طبعا منظر الكنافة خالص. هنا طبعا لما العسل اتشرب رحت مقطعاها. طبعا الطبقات خفيفة وحلوة. بس حبايبي طبعا ايه رأيكم؟ جميلة جدا والله، وطعمها طلع حلو قوي، وطبعا شكلها جميل. طبعا الكنافة طبقاتها خفيفة مش تقيلة. بس حبايبي طبعا شكلها جميل جدا وتحفة. يعني ممكن برضو عايزة بقى تحطي مكسرة تحطي، طبعا حاطة زيني بس وجلاش وكنافة. وبألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله.